ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناه حلو حادق مع المسيه. والنهارده تعالي ست الكل هقولك على فوار مهضم للاكل. كلتي الخروف كله صحه وعافيه على بدنك وعلى بدن ولادك. تعالي اقولك بقى ازاي تهضمي بدل ما تبعتي حد يجيب لك كيس فوار من الصيدليه. هنعمله في البيت وبنص ليمونه بس. هاتي معايا شويه ميه. الاول حطي لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناه يسعدني اشتراكك. وهاتي معايا نص كوبايه ميه، على طول حطي فيها معلقه سكر كده او نص معلقه سكر اهو. المعلقه مش مليانه قوي. وقلبي كويس لغايه لما يدوب السكر. الميه دي من الحنفيه، ميه عاديه من الفلتر يعني، لا هي ساقعه ولا هي دافيه. ماشي. هتجيبي كمان السكر ده كويس اهو. هتجيبي كمان نص ليمونه، نص ليمونه صغيره اهو، صغيره بقى او كبيره يعني عادي، بس هي نص ليمونه كده اهو كده. بس نضفيها من البذر، لان المشروب ده هيتشرب على بعضه ورا يعني على طول كده. اول ما تحطش عليه كربوناته هيتشرب على طول. ماشي اهو. ادينا اول ما يعمل معاكي فوران هيتشرب على طول. هتجيبي ايه معاكي بقى سر الفوران كله في بصوا، ربع معلقه كربوناتهم بتاعه الفلافل، بيكربونات الصوديوم اللي هي بتاعه الخبز، صودا الخبز برضو. بصوا هحطها هنا. بصوا الفوران اللي هيحصل دلوقتي. بصوا كل ما تقلبي وتشربيها وهي بتفور. فوار من بتاع الصيدليه. جميل جدا وهيعجبك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. جربيه وان شاء الله هيهضم معاكي ويريح معدتك خالص. لو في حد في البيت كمان محتاجه وابعتيه لقرايبك، علشان اللي اكل اكله تقيله، ومعارفك واحبابك، عشان اللي اكل اكله تقيله وعاوز يهضم يبتدي يعمله سهل. المكونات كلها موجوده في البيت. متنسيش تعملي لايك للفيديو زي ما قلنا، وما اشتركتيش في القناه يسعدني اشتراكك. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله مع حلو حادق مع المسيه. باي.